في فيديو النهارده هيكون معانا مجموعة مهارات تقدر تستخدمهم وتنفذهم في الملعب، وهيكون معانا طريقة لشرح كل مهارة. ندخل على الانترو ونبدأ على طول. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا 4 مهارات حلوين جدا ورائعين جدا هتقدر تستخدمهم وتقدر كمان انك تنفذهم وتتعلمهم مع طريقة الشرح واحدة واحدة مع بعض. قبل ما نبدأ في أي حاجة لايك وسبسكرايب الجميل، ويلا بينا نبدأ في أول مهارة. أول مهارة هي مهارة حلوة تعتمد على السيزر أو ستيب أوفر. تمام، تعمل مروحة قدام الخصم عشان الخصم يتشتت، انت تروح يمين او شمال، فانت تحاول 1 2 3 4. لما تحس ان هو خلاص مش عارف هيروح فين، فبرجلك اليمين او الشمال تاخدها في اي اتجاه جانبي عشان تقدر تعدي بكل سهولة. هي حركة رائعة جدا وحركة سهلة تقدر تستخدمها، لاعبين كتير جدا بيستخدم المهارة دي. مهارة رائعة جدا من المهارات الحلوة جدا الصراحة. ندخل على المهارة التانية ويلا بينا. ندخل على المهارة دي، وهي مهارة برضو من المهارات الحلوة والفعالة والرائعة جدا جدا. كل اللي بتعمله ان انت لما تلاقي الخصم جاي عليك بتقوم رافع الكرة من فوق رجله، وهي برضو حركة يعني ما اقدرش اقول اللي هي ما تعملهاش كتير في الملعب، بس اللي هو اعملها وانت كسبان من الاخر. ما تعملهاش في اي وقت في الملعب عشان خاطر يعني لو انت بتلعب في ماتش جامد وانت خسران او متعادل او عايز تكسب، فهيحصل لك مشكلة لو عملتها ان انت تستعرض بيها وممكن تعمل مشاكل. فاعملها وانت كسبان افضل لك، وهي مهاره حلوه وبتديك شكل رائع، والصراحه يعني بتخليك لاعب باين قوي في الملعب لما تعمل الحركه دي. وليها ليها كذا طريقه. اول طريقه ممكن تعديها من فوقيه، تاني طريقه ممكن تعديها من جنبه، فهي يعني ليها مجموعه حاجات، يعني تقدر تستخدمها بكذا طريقه وكذا اسلوب. المهارة دي حلوة وكويسة وسهلة جدا وتقدر انك تراوغ بيها بسهولة. هي حركة استخدمها نيمار. انت كل اللي انت بتعمله انك بتسحبها كده، وبعد كده على طول تقوم واخدها بالرجل التانية. حركة خداع بسيطة وسهلة وتقدر انت تستخدمها بكل سهولة، بس اهم حاجة برضو التمرين عليها كتير، تقعد تتمرن عليها كتير عشان خاطر تجيبها وتبقى معاك متيسرة جدا جدا جدا. ندخل على المهارة اللي بعديها ويلا بينا. مهارة من المهارات الحلوة، هي بس بتعتمد على خداع شوية بسيطة، ان انت بتدخل من جوه لبره وبعد كده بتعمل انسايد ستيب اوفر وبرجلك الاتنين بتخبطها. هي كومبو بين مجموعة حاجات، فهي مش حركة واحدة، هي مجموعة حاجات. فالحركة دي لو ما اتعلمتهاش كويس جدا جدا ما تعملهاش وبلاش. لو هي سهله معاك واسلوبها بسيط معاك، اعملها ونفذها وتعلم عليها. لكن لو انت شايف انها صعبه ما تعملهاش، عشان هي كومبو مجموعه بين حاجات ومحتاجه تمرين كتير جدا جدا جدا، مش اللي هي سهله ان انت تجيبها في الاول. وبكده خلص حلقتنا، يا رب ان هي تنال اعجابكم. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.